مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. هذا ما جاء في معظم دساتير مصر عبر التاريخ وفي الإعلان الدستوري الأخير في 30 مارس 2011. والقوات المسلحة ليست أداة لقهر الشعب ولن تكون بإذن الله، وعلى كل أبناء هذا الوطن الشرفاء الحفاظ على قواتهم المسلحة ودعمها ومساندتها ومعاونتها بصدق، كما تحافظ القوات المسلحة على شعب مصر وعلى الوطن لنعبر هذه المرحلة. فمصر تحتاج تعاون وتكاتف الجميع، ومن يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه. إن المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية، باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت. وأحيي رجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود على ما تحملوه خلال 15 شهر يعانوا فيها من كل التداخلات وكل التجاوزات، ولكنهم رجال شرفاء يتحملوا في سبيل الوطن. أما إذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه. وأشكركم. شكرا.